وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أمروا فيها سمعونها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فاصبحوا على أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. السي شوقي بن نيوب هذا إطار من الأطر ديال الدولة اللي دار واحد المسار مشرف، رجل يساري سابق وحقوقي مشهور، ورجل في الوقت المناسب اندمج في المؤسسات وخدم بلده. مع الأسف الشديد لم يطل مقامه في المؤسسة التي عينه فيها جلالة الملك، ولكن هذه أقدار الله لا يملك الإنسان معها إلا أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ورحمه الله سبحانه وتعالى. وشعوري بضرورة أداء حق من التلطف الذي كان يتلطف في التعامل معي حتى قبل أن أغادر رئاسة الحكومة جعلني أتحامل على نفسي وأحضر هذه الجنازة سائلا الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويرحم سائر أموات المسلمين. محمد أمين بن نيوب، الأخ ديال الأستاذ أحمد شوقي بن نيوب. الوفاة ديال الأستاذ أحمد شوقي هي ليست فقط خسارة عائلية، ولكن هي خسارة وطنية وخسارة الحركة الثقافية والحقوقية سواء على المستوى المغربي والعربي والدولي. هو الأخ شوقي راكم كتعرفوا 40 سنة هو ندر حياته كاملة للقضايا ديال حقوق الإنسان، سواء في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، سواء في هيئة الإنصاف والمصالحة، سواء كمندوب وزاري لحقوق الإنسان، والتقارير اللي نجزها الموضوعاتية حول حقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني أو الدولي. كان آخر مشروع ديالو هو إتمام السيرة الذاتية ديالو، كذلك كان الجزء الثاني. والمشروع اللي كان هو على فراش الموت أنه يتنقل المشروع ديال حقوق الإنسان للجامعات والمؤسسات الجامعية، بمعنى قضية حقوق الإنسان ليست هي قضية ديال النخبة معزولة، ولكن هي قضية ديال هذا الجيل اللي خصو يعرف الحقوق ويدافع عليها ويناضل من أجلها. فهي خسارة. تنبغي نوجه الشكر الجزيل والامتنان الكبير لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الرعاية ديالو وعلى الدعم ديالو وعلى المساندة ديالو طيلة هاد أربعة أشهر ديال المرض ديالو، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سيفتقد الفاعل الحقوقي الوطني فاعلا أساسيا في مجال النظام الوطني لحقوق الإنسان. سأفتقد صديق قديم لما كنا خاصة بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في مسارات العدالة الانتقالية إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، ما بعد هيئة الإنصاف والمصالحة، توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وكما قلت منذ قليل سنفتقد مشاغبا في مجال حقوق الإنسان. هذه شخصية وطنية
سيفتقدها المغرب كثيرا. فهو كان رجل حقوقي من على الكلمة، ودافع عن القضايا الحقوقية وتبناها، لا من حيث كان في السجن ولا من حيث كان يناضل من أجل الوطن. الحقيقة أنا اشتغلت معه، كان نموذجي ونموذجي جدا. كيف قلت دابا لا يمكن أن تختزل العلاقات اللي عندي مع الفقيد أحمد شوقي بنيوب، لأنه شيء أكثر من 55 سنة العلاقة، والنضال المشترك والحياة المشتركة والأفراح المشتركة والمآسي المشتركة والطموحات والآمال المشتركة والعمل الحقوقي وغيره وغيره وغيره، العمل السياسي. طبعا المتميز هو ما غادي يموتش، غادي يبقى دائما كنذكروه. هو الآن فقط غرسناه أكثر في قلوبنا وفي قلوب المئات والعشرات المئات من أصدقائه ومن أقاربه ومن خاصته، طبعا من عائلته القريبة والبعيدة، مغروس فيها ودائما، وغادي يبقى مذكور بالمآثر ديالو الكبرى بالاجتهاد الكبير ديالو. هو الآن ترك آثار كبيرة في مجال العدالة الانتقالية كخبير دولي، ترك فيها بصمات كبيرة واجتهادات كانت له في هيئة الإنصاف والمصالحة وغيرها، اللي خرج منها خبرة دولية كبيرة أفاد بها تكوينات مختلفة في عدة بلدان وكذا. فسيبقى مذكور دائما عندنا حي واحد اسمه شوقي. هو في الواقع كان جدي بزاف، هو كان جدي كثير، يعني ما بمعنى حياته فيها واحد جدية قوية منعته أو عصمته على أن طبعا غتكون عنده طرائف كثيرة ما تحضرني الآن في هذا المقام، وهذا ماشي مقام أحسن ذكرى نقول أحسن ذكرى، ذكريات معه كثيرة في أفراحه كبيرة. ما عرفت في اللحظة فاش آخر زيارة عندي شي 4 أيام هذه ولا 3 أيام في المستشفى، كنت نزور في المستشفى إلى أن انقطع، هو ما بقاش باقي يتكلم. وشوقي هو ديال الكلام ديال والكلام الحماسي والكلام فيه جديه وفيه قوه فيه وطنيه فيه، فلما بقاش هذا الشيء هذا تقضى شوقي، يعني ولا مسكين تيحرك يديه بصعوبه وفمه صعوبه، لانه طبعا المرض استبد به. انا ذاك اعتبرنا باننا راحنا في واحد اللحظه اللي خصنا نستعدوا لهذه الفاجعه هذه. وعلى كل حال كما قلت سنبقى نذكره دائما في حياتنا بالخير، ولانه هو اللي اعطى بزاف لبلاده، وبلاده غتبقى كتذكره.